حركات تسويقية صايعة. الجزء الثامن. في إيطاليا سنة 1986 ماكدونالدز فتحت أول فرع ليها في إيطاليا. كان في معارضة كبيرة قوي من الإيطاليين وقتها لأنهم كانوا معتبرين ماكدونالدز حاجة دخيلة على ثقافتهم. بيفتح ماكدونالدز ويشتغل وسنة ورا سنة الناس بتبدأ تاخد عليه لحد ما يكتشف إن الجيل الجديد بقوا معتبرينه مطعم قديم وبقوا يفضلوا انهم يروحوا مطاعم جديدة او عربيات برجر حتى وان كان الجودة اقل والسعر اغلى. وده طبعا اثر جامد على مبيعات ماكدونالدز لحد ما قرروا سنة 2021 انهم يعملوا حركة تسويقية قدروا بيها في خلال 24 ساعة بس يغيروا رأي المجتمع بالكامل فيهم وخلوا ايطاليا كلها تتكلم عن ماكدونالدز وتشيد بيهم. عملوا ايه بقى يا سيدي؟ اقول لك. جابوا شيفين مشهورين في ايطاليا. الشيفين دول اعلنوا للناس انهم هيفتحوا مطعمهم الجديد اللي اسمه سنجل برجر وبيدعوا الناس انهم ييجوا يجربوا البرجر بتاعهم. وفعلا افتتحوا المطعم وبداوا يقدموا برجر ماكدونالدز على اساس ان هو ده البرجر اللي هم عاملينه. بداوا يوثقوا اراء الناس في الاكل وكل الناس اجمعت ان الاكل طعمه حلو جدا. وفي اليوم الثالث من الافتتاح والمطعم مليان بالناس والكاميرات بتصور قالوا للناس ان المطعم ده ما اسموش سنجل برجر وان اسم المطعم الحقيقي هيظهر قدامكم على الشاشات دلوقتي. وبمجرد ما يظهر لوجو ماكدونالدز الناس بتقطع ايديها من التسقيف. وفي خلال 24 ساعة بس كانت ايطاليا كلها ملهاش سيرة غير عن الحركة اللي عملتها ماكدونالدز. ماكدونالدز عملت السليم بس انت لسه ما تابعتش سوشيال تيم.